السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب صحي لذيذ جميل جدا. ان شاء الله لو جربتيه هيعجبك وهيعجب اولادك، وفرصة كمان لو اولادك مش بيحبوا الحليب او مش بيرضوا يشربوا الحليب هتدخليه في المشروب ده. عايزه اقولك هيطلبوه منك دايما بالطريقة دي. المكونات: عندي كوباية من الحليب كامل الدسم، كمان عندي معلقة واحدة من السكر، عندي معلقة واحدة من الكاكاو سواء الكاكاو غامق او فاتح اشتغلي بيه، عندي قطعتين من الموز، هنحتاج لذرة بسيطة جدا من الفانيليا. دي كل المكونات اللي عندي. هنضيف كل المكونات في شفشق الخلاط مع بعض. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هناخد كده صباعين من الموز، هنبدا نقشرهم ونقطعهم، وعايزه اقولك القشر ده احتفظي بيه، هنعمل بيه وصفه جميله جدا. القشر بتاع الموز ده كنز فيه فوائد كتير جدا، ان شاء الله هنعمل بيه كذا فيديو. شايفين المشروب ده طريقته سهله وبسيطه جدا، تقدري كمان تعمليه لاولادك وهما بيذاكروا. عايزه اقول لك صحي جدا جدا، وكمان طعمه تحفه. ان شاء الله هتجربيه بالطريقه دي وهيعجبك جدا. خلاص كده بعد ما ضفت كل المكونات هنبدا كده ناخده في الخلاط وهنضربه لمده دقيقتين. هو خلاص هنا بعد ما ضربت العصير شايفين شكله ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا، وعايزه اقول لك ريحته كانت تحفه. هنبدا كده نقدمه في الكاسات او في الكوبايات اللي انت هتقدمي فيها. وعندي شوكولاته مبشوره، مكعب من الشوكولاته بشرته، هنبدا كده نزين بيه العصير بتاعنا. وبالطريقه دي اولادك هيعشقوه، كل يوم هيطلبوا منك العصير بالطريقه دي. كمان زي ما قلت لك لو مش بيحبوا الحليب هيحبوه جدا العصير ده، ومش هيبان اصلا طعم الحليب، هيبقى طعم الشوكولاته غالب على طعم الحليب. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وتدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامه.